وخلينا ندخل على الله. شنو غادي ندير يعني؟ الشخص غير مندمج في بلده وكيجي واحد تيحرق هذاك الطرح. علاش انا قلت التهكاويت؟ في نفس الوقت الذي كان فيه المعطي منجب المؤرخ المغربي والأستاذ الذي درس بعدة جامعات يمنع من دخول معرض الكتاب، كان فيه الفنان المشهور حسن الفد المعروف بشخصية كبور الهركاوية حسب تعريف الفد، يتكلم ويحاضر عن هذا المصطلح ويقدم الدروس السوسيولوجية حول فحواه داخل أروقة المعرض ذاته. فهل يا أستاذ حسن تقتصر تهركاويت على المواطن البسيط الذي تاجرت بشخصيته سنين عددا، أم تمتد لتشمل المسؤول لا مسؤول والذي لم تجرؤ يوما أن تنتقده في دور من أدوارك إلا لماما؟ وما تخدميش مع هرقاوة لأنهم ما كيفيهمش العرفان. فهل تم توظيف الفنان سياسويا من خلال معرض الكتاب الذي تحول في الآونة الأخيرة إلى ساحة سجال سياسي أكثر منه ميدان مقارعة فكرية وتلاقح ثقافي؟ وهل تنكر الفنان للبسطاء الذين طالما تابعوه والأسر البسيطة التي طالما تفكهت لمستملحاته الهركاوية فاتهمها بإنجاب من أسماهم هركاوة البلاد دون غيرهم ممن تسببوا في موجات الغلاء وتشريد الشعب ونهب المال العام ونشر التفاهة وتخريب التعليم ومحاربة الدين وقطع الأرزاق؟ بعيد انا فالتعريف ديالي تهركاويت هو عرفتي ملي مشاو الاجيال الاولى ديال المهاجرين لاوروبا ما كيعرفوش يقطعوا الشانطي. هرقاوي واش تعرفني عن شيت بعدا ماشي اودي السير نقارض سير.